السلام عليكم، اهلا وسهلا. كي داير الاخوات؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله يا رب العلي العظيم. مرحبا بكم معايا في نهار جديد وفيديو جديد، ومرحبا بالاخوات الجدادات اللي اول مره كتشوف قناه ديال اختي رشيده كتصادفيها. نتمنى اختي الحبيبه ديري دويره خفيفه على القناه، واكيد الا عجباتك مرحبا بك اشتركي وفعلي الجرس باش يوصل لك كل جديد. وقناتي ديال بنت الشعب، ديال الاقتصاد، ديال التوفير، كيفاش تستغلي الرخاء، كيفاش انك ديري الستوك ديالك، كيفاش انك ديري كارطون رمضان اللي مهمه بزاف وغادي نشاركها معاك، وكذلك حتى التوفير علاش لا. فمرحبا بكم كامل الاخوات، وشكرا للمتتبعات الوفيات على التعليق ديالكم الزوينه، الله يكبر بكم. وما ننساش الاميمات الغاليات نتاوعي اللي ديما معايا في كل فيديو، الله يكبر بكم ويخلي لكم الصحيحه ديالكم. فعلا نتوما هما البركه. كنفرح بزاف غير كتدخل عندي شي ميمه وكتقول لي يا بنتي وكتشكرني ولا كتخلي تعيط كيحفزني، والله الا كالبنات الا كنفرح بزاف. شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، الله يكبر بكم. نبداو الفيديو ديالنا كيف العاده بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الله يبارك لكم البنات في الرزيق ديالكم يا رب العلي العظيم. الفيديو ديالنا البنات ديال اليوم هو كرطون رمضان. كرطون رمضان كما كتعرفوا البنات شهر رمضان ما بقى ليه والو ان شاء الله باش يدخل، فشهره قليله، وكاين اخوات اللي بادين معنا هذا التحدي، وكاين اخوات اللي جدادات باغيين عاد يبداو. فإلا كنتي اختي نتينا مبتدئه باقي ما درتي كرطون رمضان، ولا درتيها وباقي ما كملتيها، المهم باغا ديري كرطون رمضان ولا تشاركي معنا في التحدي هذا، فكنقول لك مرحبا بك. غنضوي الكاميرا البنات وغادي نعطيكم الاولويات ولا الطريقه كيفاش ديريها، واخا الوقت ما بقاش، حيت ماشي ما بقاش وانما ضيق كما كنقولوا، حيت راكم عارفين البنات التقديه المصروف ديال رمضان راه ماشي هو المصروف ديال الشهر العادي. مصروف ديال رمضان كيكون زايد، كيكون التقديه فيها زايده والتقديه بالكثره ومصروف كبير، ولكن كما كنقولوا ديما البنات بالتحدي، واكيد الانسان يتقدى بواحد العقليه ونعرف شنو نجيب شنو ما نجيبش وشنو نتقدى في هذه الوقيته وشنو اللي ما نتقداش. هادشي كيعاون بعدا اللهم كما كنقولوا النص كرتونه ولا بلاش. كما قلت لكم قبيله البنات، هذا الفيديو بالخصوص المبتدئات اللي ربما اول مره نتينا شتي الفيديو ولا عجبتك الفكره ديال كرتون رمضان اللي هي كتكون على شكل تحدي، كيكون واحد المده طويله وحنا كل مره كنتقداو حاجه حاجه باش هكذا ما كيجي ان شاء الله شهر رمضان كتلقاي تبارك الله كلشي عندك. يعني اول حاجه كترتاحي من المصروف ديالها، اللي اهم حاجه هو المصروف، لان كنعرفوا البنات كيف العاده في اي مناسبه كلشي كيتزاد في الثمن، كتلقاي واحد الغلا يعني الاسمنه كتدوبل، انت كتكوني ارتاحيتي من داك المصروف وداك الغلا اللي غادي تقدايها بالغلا. ثاني حاجه هو الوقت، كاين اللي ما عندهاش الوقت، كاين اللي كتجلس حتى شهر رمضان حتى كيدخل رمضان وعاد كتفكري واحد الحاجه ولا كتبغي ديري شي شهيوه، كتلقاي بان خاصك شي مقادير وكتخرجي وانتي صايمه والوقت ما كاينش وزيد الزحام وزيد. فعلاش البنات كرطون رمضان كتنفع لهاد جوج حوايج مهمين بزاف. وعاد انك كتكوني كما كنقولوا درتي ديك كرطون رمضان، كاين اللي كدير منها صدقه، كاين اللي كتبغي ديرها للعائله، كتبغي تعاون شي حد في العائله مخصوص كتجمعها له بهذه الطريقه. المهم كرطون رمضان البنات كتنفع بزاف بزاف، والناس اللي مجربينها معايا كل عام ما شاء الله مازالين كيعاودوها. كما خلاتها واحد المتتبعه قالت لي اختي رشيده من نهار جربتها عجباتني وليت دابا كندير كرطون رمضان، كندير اختي كرطون عيد الاضحى وكندير حتى كرطونه ديال الصيف. فما شاء الله عليك وتبارك الله عليك، حيت فعلا بنات راه اللي كتلقاي الميزانيه ديالته محدوده ولا اللي كما كنقولوا كيغلب عليه المصروف، راه هو اللي كيعرف القيمه ديالتها وغير كيعرف كيبقى يديرها. كتكون عندك ديما يعني كل سنه وانت كديريها، بحال اللي غنقولوا من الضروريات داك الكرطونات كيكونوا عندك، غير كل وحده كتمشي على قد الميزانيه ديالتها. يعني ماشي بالضروره غديري واحد التقديه اللي غاليه، ولكن كديري ديك الاساسيات. فالبنات اللي مبتدئات ربما انت مبتدئه مازال ما بديتيها، نقولك شنو تبغي باش ما تلفيش. تقولي لي واش باقي الوقت؟ باقي الوقت. شوفوا البنات راه باقي الوقت، واخا راه بعد التقديره ولات كتحرك في الاثمنه، ولكن على العموم الا جينا نقارنوها الا جلسنا حتى يقرب شهر رمضان بواحد الاسبوع كوني متاكده لا فرق، راه الفرق كبير البنات ديال الثمن. راه والله البنات الا هادشي ديال الصفوف كيتزاد بالخصوص الصفوف، مثلا الزنجلان، مثلا اللوز
كاوكاو، نافع، حبة حلاوة. المهم هادشي ديال المقادير ديال السفوف كيكون عليه الزحام وكيكون واحد الغلا. فإلا كنتي اول مره ولا بغيتي تبدايها، شنو غتبداي؟ ما تمشيش تقدي ليا مثلا العطريه وتقدي ليا مثلا سميتو، نعطيك امثله، التقديه كتكون كل شهر، لان الشهر يعني كنستهلكو بحال بحال، غير كتكون شهر رمضان زايد شي تقديه اخرى. ما تمشيش تاخدي الزيت وتاخدي السكر وتاخدي اتاي. هادشي اللي ذكرت لك هنا مصورهم لكم هنا، الزيت والسكر واتاي، هادشي راه كيكون عندنا كل شهر كنتقداو، بلا رمضان كنتقداو. والاثمنه ديالتهم راه كتبقى، يعني ما كتختلفش. اتاي اللي كتاخديه هو اللي غادي تاخديه، السكر اللي غادي تاخديه هو اللي غادي تاخديه، الزيت اللي غتاخديه هو اللي غادي تاخديه. يعني الثمن اللي كتاخديه قبل هو اللي غتاخديه، ولكن شنو اللي كيتزاد في الثمن وكيتبدل هما هادشي اللي غادي نذكر لك دابا. انا ما جبت لكمش البنات السلعه كامله ديال كاطوس رمضان، لان صورتها وعاود صورتها بلا تكرار، ما كنبغيش نكرر لكم حيت نتوما ما كيعجبكمش التكرار. ولكن الاساسيات اللي هما الصفوف، نبداو بالصفوف هو الاول. اول حاجه عندك الصفوف، مثلا اللوز ديال السلو، كنتي غديري اللوز السلو، ولا كنتي اختي غديري شباكيه ديال اللوز، ولا كنتي اختي غديري البريوات ديال اللوز، فكنصحك سيري بداي ليا من اللوز هو الاول، خلي عليك السكر واتاي والزيت والعطريه وداكشي اخر. كذلك الزنجلان، سيري بدا ليا اختي بالزنجلان هو الاول. وبالخصوص البنات هذا الفيديو درت لكم دابا حيت ما بقى والو، ان شاء الله الشهر الجديد يدخل، شهر واحد باذن الله اللي سنه جديده، فكنشدوا مصروف. تما حاولي تقتصدي في التقديه اخرى وخطفي شي حاجه. كنهضر على الاخوات اللي ميزانيه محدوده، يعني خدي شي حاجه اللي تنفعك. فاللوز، الزنجلان، النافع، حبه حلاوه، كاع مهم مقادير ديال السفوف. هذه اول حاجه. غادي نمشيو لدابا لواحد الحاجه اللي مهمه بزاف، حتى هي كتدي لينا ميزانيه كبيره، كتدي لنا البنات ميزانيه كبيره وبدون الشعور ما كنحسوش بها، وربما حنايا كنحسبوها البنات من الكماليات، وهي راه ماشي كماليات، هي راه من الاساسيات ديال شهر رمضان. حيت فعلا اختي شهر رمضان راه كنتشهاو، والوليدات كيتشهاو كيصوموا معنا. كما قلت لكم البنات، راه الوليدات كيصوموا معنا، كتبغي الشهيوات كيجيو عندك الضياف، ضروري الطبيله ديال رمضان المغربيه كتكون كتميز بالشهيوات ديالها على الطبيلات العاديين اللي هما الاجبان. عندك اختي الاجبان، عندك التحليات، عندك انواع الاجبان ديال البيتزا، الفرماج الاحمر، الموتزاريلا، هادشي كامل كنبغيو. التحليات البنات، فلو، الحليب، كاين اللي كتدي نيدو كما ديت انا، هادشي ديال الطون، هادشي ديال الزيتون، هادشي كامل البنات كنبغيوه في رمضان. الحليب كديري العواصر، كديري اختي بهم التحليه، هادشي كامل كما قلت لكم غادي تبغيه، وهادشي كيدي ميزانيه. كونوا متاكدين البنات، راه الميزانيه ديال شهر رمضان كتمشي في هادشي اللي كنذكر لكم، اللي ربما شحال وحده غادي تجيب ليها بالها غير من الكماليات، وهما بالعكس غادي تحتاجيهم اخيتي. راه واخا انت ما تبغيش، راه وليداتك غادي يبغيو، راجلك غادي تشهى، ضيافك غادي تشهاو، فهادشي من الضروريات. فهداك الشيء علاش انا كنذكرك بهم، كنقول لك بداي منهم، لان غير كيدخل شهر رمضان ولا كيقرب هادشي كله كتلقاه زايد في الثمن، كيشعل. اما بالنسبه اختي للزيت والسكر واتاي راه كيبقاو نفس الاثمنه، يعني خليهم هما الاخره، وحتى الا ما وصلتيش ليهم ماشي مشكل، هما غتقديهم المصروف ديال رمضان عادي كيف كتقدي التقديه الشهريه العاديه ديال الشهر. ولكن هادو لا، ما تخليهمش حتى يغلاو ويزيدوا في الاثمنه وعاد تمشي انت تقداي. الطون كذلك البنات، خذوا الطون حتى هو الاخوات بالنسبه اللي كيستهلكوا هادشي ديال الطون ياخذوه. كذلك بالنسبه الذره المعلبه، كاع داكشي اللي كتبغيوهم في الشهوات ديالكم حيدوهم عليكم، وهكذا ترتاحوا. الانواع ديال التحليه، الفلو، هادشي كامل تبداي منه هو الاول. هذه اول حاجه. غادي نرجعوا ننتقلوا لواحد الحاجه اللي حتى هي مهمه بزاف بزاف بزاف، وخدموا عليها البنات، وبالخصوص في هذه الوقيته اللي هو اختي السطوك ديال المجمد. التحضيرات اللي كتكون في المجمد ما تنساوهمش البنات، ما تضيعوش وقتكم وفلوسكم في الحاجه اللي باينه وكتبقى نفس الاثمنه. لا اختي خدمي لي على السطوك. بحال دابا الدجاج رخيصه البنات، الدجاج راه الاخوات تواصلوا معايا 14 درهم عندهم، 13 درهم، واخا حنا عندنا شويه هنا رخيص، ماشي حدايا في المنصوره، انما البلايص اللي كنتقدى منهم انا مرجان السكنه غير 11 درهم، 12 درهم، يعني الثمن مناسب جدا جدا جدا. فالدجاج البنات راه حتى هو مهم بزاف،
بالخصوص كنحيدو الصدر ديالو، كنديرو كفيته، ديريه قطيبات، ديريه مقيله، ديريه شهيوات، تعمري به الحشوات ديالك، كيطلع لك اقتصادي على لادام ديال الا جيتي تاخديه الكيلو. حتى هو البنات خدموا عليه الستوك ديالو. كذلك ما ننساوش في الفلافل اللي كنقولوا الفلافل اختي راه غاليين دابا، واخا انا ديتهم بواحد الهمزه الصراحه 5 دراهم. اللي مازال ما شاف الفيديو ترجع تشوفوا. غزاله البنات واحد الفلفله ديك المدوره لقيتها غير صدفه، اما هي راه 12 درهم 10 دراهم، ولكن غير كنلقى الرخا. كما قلت لكم البنات انا راني كنستغل الفرصه في الوقيته ديال الرخا. كذلك البنات غير كنهضروا على المجمد، ما نساوش كذلك مطيشه اللي دابا بارد الحال. اختي غادي تبغيها قبل الاول، لان كنبغيو نديرو الحريره. حتى الا كنتي ما كتستهلكيش الحريره كثيره في رمضان اللي داز، فاختي دابا راه غادي يجي ان شاء الله في البرد ضروري من الحريره الحمراء في الطبله المغربيه اختي، ضروري من الشوربات. فداك الشيء عشت مطيشه كنفكرك فيها. وكذلك نمشيو بالنسبه للعواصر اللي كيديو لنا ميزانيه كبيره، لافوكا، البنان، هادشي كامل خدمي عليه في الستوك ديالك غير تلقاي الثمن مناسب. ما تقوليش هادشي خليه حتى الاخر، لا اختي الحبيبه هما الاولين غتبداي بيهم الا فعلا بغيتي تنجحي في واحد التحدي ديال كارطون رمضان. كذلك البنات ما نساوش كذلك مثلا نهار تلقاي اختي، نهار تلقاي الحوت الابيض الكروفيط البنات رخيص، خذوه انا راه واخداه. وان شاء الله دابا ندير معكم جوله في المجمد شنو درت فيه. التحضيرات على قد الحال عندي البنات، انا غير فريغو ديال الثلاجه والحمد لله. المهم كل مره كنخطف حاجه. الحامض كذلك البنات ما تنساوش حتى هو كيكون غالي وكنحتاجوه في العواصر في التحليات. حتى هو البنات خذوه وقدوه. هادشي كامل اللي ذكرت لكم مهم بزاف. فاذا كنتي مبتدئه بدي معايا هادشي، ولا كنتي بديتي كطونه رمضان ديالتك ونسيتي شي حاجه اللي ذكرت لك، غير ديريهم اخيتي راه مهمين بزاف. ونتمنى يعجبكم الفيديو، وما تنسونيش باللايكات ديالكم كيف العاده والتعليق ديالكم الزوينه. شكرا لكم المهمات ديالي العزاز اللي ديما الدعوات ديالكم الزوينه وهضرتكم الزوينه في حقي. الله يكبر بكم، وجميع الاخوات اللي ما كينساونيش باللايكات المشاهده كاملات. الله يكبر بكم فعلا البنات كتكبروا بيا. شكرا شكرا من القلب والله البنات. الا نتوما اللي كتحفزوني باش نكمل معكم في هذه قناتي، واخا انها طايحه كما كتشوفوا، يعني ما كايناش شي مشاهده وشي ربح كبير اللي يستاهل، ولكن كلامكم الزوين في الحق ديالي كيخليني انني نشجع ونحل الكاميرا ونشوف المواضيع اللي مهمه وكتهمكم نتوما اكثر. والله يسر لكم الامور جميعا، والله يرزقكم من واسع الابواب.